أسعد الله مساءكم يا أعز وأغلى ناس على قلبي، اللي هم أنتم. وش راكم يا البنات؟ وش راكم يا العذرات؟ إن شاء الله تكونوا بالصحة والهنا إن شاء الله. اليوم كما راكم تشوفوا حبوباتي تفكرتكم وجبت لكم وصفة هنايا المطلوع. يعني كاين قداش وحده طلبت مني الوصفة، واليوم جبت لك يعني مطلوع ووصفته يعني بمقادير مبسوطة وراح ينجح معك من أول تجربة. هنا كما راكم تشوفوا حبوباتي، هنا شوفوا الكيلة اللي عندك تاع السميد حابة ديريها في الكسرات. انا هنا راني درت 4 تما كيلت بهذاك البول زوج، ودرت هنا كما راكم تشوفوا مغرفه تاع السكر، ودرت تقريبا يعني مش زوج قد بصح تقريبا زوج مغارف. يعني انت الا عندك الحال بارد بزاف ديري يعني زوج مغارف كبار تاع الخميره. وديري هنايا كما راكم تشوفوا هذه الملح منا على جنب، قلنا مع المغرفه تاع السكر. والكاس هنايا تاع الحليب يكون دافي. انا الكاس تاع الحليب هنا سما كان كما نقولوا احنا موجود عندي، استعملته. تحبي تخليه من بعد كي تعودي تعجني في المطلوع تاعك كيما تحبي. انا كبيت هذاك الكاس تاعي تاع الحليب، وهنايا راني جبت هنا كما راكم تشوفوا الماء دافي. يعني راح يدي لك هنا حوالي 3 كيسان نتاع الماء. وانتي والنوعيه يعني تاع السميد اللي استعملتيها. المهم كملي هنايا كما راك تشوفي، لمي طمي هذيك العجينه تاعك. هنا شوفوا، هنا كما راك تشوفوا حبوباتي انا رايحه نلم هذيك العجينه تاعي هكذا دخليها في بعضها. قلت لكم البنات انا سما المطلوع تاعي ما استعمل فيه والو، يعني ما نديرلوش. كاين اللي يستعمل الزيت، كاين. شوفي الوصفه هذه تعطيك واحد المطلوع، شوفي ما شاء الله يجي يعني روعه روعه، ويجي خفيف كانه تقولي راهو خبز الدار، ولا تقولي راهو مطلوع مخدوم بالفارينه. هنا كما راك تشوفوا حبيبتي، شوفي هنايا هنا شوفي عجنيه النهار الاول كما نقولوا حنا كي تبليه هنايا اعجنيه شويه، وديري العجينه تاعك شويه تكون جاريه. يعني ما ديريهاش يابسه بزاف، من بعد كما نقولوا حنا رايحه تعبك في العجين. وكما نقولوا حنا من بعد كي تخمر راح تعجنيها بزاف وزيدي تعاودي تسقي. سما هنا كي رايحه ديري لها شويه تكون جاريه، رايحه تسهل لك العمليه تاع العجن تاعك. سما رايحه تعجنيها بسهوله، ويجي المطلوع تاعك كل ما كما نقولوا حنا تجريه راح يجيك خفيف. هنا كما راكم تشوفون هنا هاني عجنتها شويه. درك واش ندير لها؟ درك نحطها هكذا على جنب، ونجيب لها ساشي ولا صرفيطه ونغطيها ونخليها تختمر. شوفوا هنايا انا بعد ما اختمرت لي هنايا راني درت هنايا تقريبا نص ساعه، يعني درتها نص ساعه قد. هنا كما راكم تشوفوا هكذا. دوكا واش نجي رايحه نجي نعجنها بالشايح كما راكم تشوفوا، نعجنها ندخل فيها يدي هكذا شوي هكذا. شوفوا العجين تاعنا لازم نديروه هنا بالكفوف تاع يدينا هكا كما راكم تشوفوا هكذا هكذا بالكفوف تاع يدينا هكذا، ونعجنوا المطلوع تاعنا هكذا بشوي. قلت لك راح كي تكوني راح مجريته شوي من قبل مش راح يتعبك في العجين. واللي عندها العجانه كما نقولوا احنا راهي سهلتها على روحها. يعني حطي هذو المقادير كما اللي شتي درتهم، ديريهم في العجانه تاعك ودوري العجانه تاعك وخليها تعجن. ويعني واللي تحب، كاين اللي يحبوا يعجنوا بيديهم، ليش عندهم العجانه يحبوا يعجنوا هكذا. حطيها في قصيعه هكذا وعجنيها تجي خيتي، والله يجيك واحد المطلوع ما شاء الله. هنا شوفوا البنات، هنا انا هنايا راني عجنت ونسقي عجن ونسقي هكذا حتى شوفوا ولا معايا طري. راكم تشوفوا راهو يعني كي ندير هكذا يلصق في يدي هكذا كما راكم تشوفوا. هنا قسمت هذيك العجينه تاعي قسمتها على 4، يعني الكميه اللي درتها انايا راهي طيحت لي 4. خي قلت لكم نهار الاول درت 2 بولات، هذوك 2 بولات راح نديروا لي 4 كسرات. المهم هنا شوفوا اللي تحب دير السينوج هنايا ديروا كي تعجنوا دير السينوج، واللي ما تحبش والله مش موجود عندك كيما هنايا يعني نحبه مش موجود عندي هنايا ما درتوش هكذا كما راكم تشوفوا. دوكا كوري هذيك الكسيره تاعك هكذا، دكوريها هكذا بالوحده، ومن بعد حطيها في صرفيطه ديريها على جنب، وحطيها كما نقولوا حتى مون 5 دقائق تركي بالك، باش يعني كي تبداي تحلي العجينه تاعك مش رايحه ترجع معك. ها كما راكم تشوفون هي هكذا نكورهم، ها كما راكم تشوفون نكورهم ونديرهم على جنب هنايا، نحطهم هنا في صرفيطه ونكمل. ها كما راكم تشوفوا هكذا نلمها هكذا هكذا نصرها كما راكم تشوفوا. قلت والله يجي واحد الخبز روعه روعه. شوفوا يعني كما نقولوا احنا على بالنا احنا ناس الشرق منا رانا مشهورين كما نقولوا احنا بالكسره تاع السميد وبالمطلوع تاع السميد وبال الخبز الدار تاع السميد. بصح ناس الغرب من هي يستعملوا الفرينه بزاف. سما كاينين اللي كما نقولوا حنايا تاع الغرب منا كاينين اللي يشهاو هكذا تاع السميد. فهمتوا؟ يعني راح تقولوا لك فاش يعني شرحتي هكذا بالطريقه هذه. والله كاينين يا بنات غير اخرين ما يعرفوش كما نقولوا احنا. عندنا يا هنا كما نقولوا احنا نعرفهم بنيات ولا امهات نعرفهم
والله اللي تعود متعلمة كيما نقولوا حنا عروسة جديدة هكذا تتعلم. والله ما يعرفوش كيما الناس الغرب منا يستعملوا غير الفارينة، تسمى المطلوع تاع الفارينة. كيما أنا وحدة من نفسي جامي جربت خبز هذاك المطلوع هذاك تاع الفارينة، فهمتوا؟ ماشي الخبز الدار، خبز الدار نديرو، هذاك المطلوع تاع كيما نقولوا حنا تاع بونارين هذاك. أنا وحدة من نفسي جامي استعملت، يعني ما نقولوش الواحد يعني راهو يعرف كلش والله، فهمتوا؟ ها كيما راكم تشوفوا نكمل هكذا الحبيبات تاعي، هكذا نكور هذيك العجينة درك هكذا نكملهم ومن بعد نبدا نطرح العجينة تاعي هكذا. هكذا نكورها هكذا باش تتبرم معايا كما قلت لكم. يعني الواحد هو ماشي يعني كما نقولوا احنا كل واحد هكذا اللي يعرف حاجه ينعس الخو، واللي متعلم حاجه وكما نقولوا احنا وتصلح له ذيك الحاجه ينعس الخو منها كما نقولوها حنايا. من الحاسس كما نقولوا احنا نديو حسنات عليها، ومنها خواتاتنا وبنياتنا رايحين يتعلموا. كاينين كما نقولوا احنا بنات صغار، كاينين عريسات صغار، فهمتوا؟ هنا كما راك تشوفوا هاني كملت هنا، راهي دارت لي هنا قلت لكم 4 كسيرات هكذا. غطيتهم هنا بالصرفيطه نخليهم واحد 5 دقائق برك ما نطولش نسمع معاهم بزاف ونبدا نطرح. شافوا هنايا راني بديت هنا نبدا كما نقولوا حنا المطلوع تاعنا لازم. شوفوا دوكا هذه هي الاولى اللي قرصتها، رايحه نشفى عليها باش هي اللي راح نبدا بها الاولى نطيبها. سما كان كما نقولوا حنا بديت بالاخرى وتكون الاخرى هذيك مازال ما دخلهاش تطلع، رايح الخميره تاعي راهي مش راح تطلع لي، فهمتوا؟ سما كما نقولوا حنا رايحه نقرص انا هذه العجينه تاعي نقرصها ونشفى عليها، يعني اللي بديت بها نكمل بها نطيبها هي الاولى. هنا كما تشوفوا شوفوا السميد تاعي يعني ما شاء الله صفاريه وطراوه وياخذ الراي والله. شوفوا يهبل يهبل. هنايا السميد راهو يقولوا له شو نشوف لكم على الماركه. يقولوا له تاع سنابل، فهمتوا؟ والله يجي روعه سنابل السلام والله. شوفوا يعني يصلح لكل شيء. درت به كما نقولوا احنا المحاجب، درت به رقاق النعمه، درت به المطلوع ما شاء الله. شوفوا يعني ما يتعب، ما كما نقولوا احنا ما يتعبك في العجين ويجي خفيف. الكسره تاعو المطلوع يجي روعه روعه، يجي خفيف ريشه كما نقولوها حنايا هكذا. خواتاتي كما نقولوها حنايا هكذا نقرص. هذه هي الاولى تاعي راح كما نقولوا نحطها على جنب هكذا، ونكمل نزيد نقرص الكميه الاخرى اللي قعدت لي. وهنا كما راكم تشوفوا حبوباتي بعد ما كملت هذوك الربع كسيرات تاعي هكذا نغطيهم دوك هنا نشفع الاولى تاعي هكذا نشفع عليها باش راح نبدا بها هي الاولى. وهنا كما راكم تشوفوا هنا انا حطيت الكسره تاعي هاي طيب بديت بالاولى تاعي بعد ما حما يعني الطاجين ها كما راكم تشوفوا هكذا نحطها الطيب. هنايا كما تشوفوا سما كي نحطها الطيب راح تبدا دير لي في هذا الفرقعات هذا. نجيبي هكذا مطرق تاع عشوه ولا كما نقولوا احنا فرشيطه حطيها في الوسط، ولا مطرق تاع عشوه كما راك تشوفي وثقبي هذوك المبولات هذوك اللي تنداروا في المطلوع تاعك. يعني وكيعود المطلوع تاعك ناجح راح يتنداروا لك هذوك المبولات. هنا كما تشوفوا نزيد نقلبها على الجهه الاخرى. وهنا شوفوا نضغط عليها هكذا ضغطه خفيفه برك باش كما نقولوا حنايا هذيك الرشمه تاع الطاجين زيد تجيني مرشومه وتجيني المطلوع تاعي طيب وكل ما تجينيش يعني بلاصه ببلاصه. وهنا بعد ما نقلبها نصيب باش نجيب لك ساتين كل العمود تاعي ولا فرشيطه ولا كما انا مدايره. انا قلت لكم المطرق تاع الشبه هكذا وخرقي به المطلوع تاعك هكذا خرقي سما باش ما كما نقولوا احنا ما ديرش هذيك القشره وحدها تقعد العجينه هذيك شغل مقسومه، فهمتوا؟ هكذا. وشوفي كما نقولوا احنا المطلوع باش يجيك يعني حمر ويطيب لك حميمر لازم كي تحطيه نقولوا احنا هكذا في المطلوع تقعدي تدوري فيه هكذا كما راكم تشوفوا تقعدي تدوري في هذاك المطلوع تاعك هنا ولهي هنا ولهي باش يطيب لك هذاك المطلوع يطيب لك يعني نفس اللون كامل، يعني يجي نفس الوجه تاعو نفس اللون يجي كامل احمر هكذا. اللي تشوفوا فيها يعني ندور هنا ندور من زيد تحمر لي هذيك الجهه زيد نقلب على الجهه الاخرى. كما انا هنا طابونتي راهي شويه عيانه شغل عندها البيكات هنا تاعها والله ما باليش بها انا راهي شويه نقصت لي شغل جهه طيب والجهه الاخرى ذليله شويه. ها كما تشوفوا نقلب هذوك على الجهه الاخرى. شوفوا المطلع تاعي كيفاش طاب يعني يطيب لك احمر كامل. تقعد بالنسبه كما نقولوا احنا الحواشي هنا بعد ما تكملي كامل هنايا حوشي هذاك المطلع تاعك سما كي تحوشيه راح يجيك المطلع تاعك حميمر سما ما يقعدلكش هكذا مع الحواشي عجين. ها كما راكم تشوفوا هكذا نقعد ندور. شوفوا يعني جاي يعني ما شاء الله. دوك نقسم معكم تشوفوا المطلوع تشوفوه جاي يعني روعه روعه. ها كما تشوفوا شوفوا هنايا راني هنا وحده انا طيبتها وهذا راهم مازالوا نكملهم هذوك المطلوعات
هكذا. شوفوا الطريقة هنا جبت لكم كيفاش تحطي المطلوع. شوفي ديري هكذا كرتونة مدورة، ولا كش ما عندك هكذا مقفل يكون مسطح. يعني كاين اللي ما يعرفوش يلوحوا المطلوع بالصرفيطة، كاين اللي تحرق لهم الصرفيطة. ديري هذه الطريقة والله يا البنات غير صدقوني للمبتدئات. والله ليك انتيا جيبي مقفل هاكي ما راك تشوفي مدور، ولا جيبي كرتونة تكون هكذا نظيفة ماشي يعني ولا لوحة. من عند النجار قولوا ديرها لك العز لوحة، عند النجار يديرها لك هكذا مدورة ولا مربعة كذا، حطي فيها المطلوع تاعك وحطي. شوفي والله تجيك يعني ساهل، وتجيك هذيك المطلوعة تاعك مدورة تسخف. انا هنا والله مديره هذا المقفل، قلت تحبي ديري ثاني كرتونة تصلح لك، كنت ندير ثاني كرتونة ديريها مدورة هكذا وحطي فيها المطلوع هذيك تاعك. بس تحطيها في الطاجين شوفي يجيك روعة. ماشي يعني كاينين اللي كيما نقولوا حنا يتعوج لهم المطلوع تجيك جهة مايلة وجهة فهمتيا. هذه الطريقة تسهل عليك عملية كما نقولوا حنا التطيب تاعك. وهنا شوفوا هام الزوج هذو الاولين كيفاش طابوا جو والله غير جا مطلوع ما شاء الله عليها. البنات جربوا الوصفه وادعوا لنا دعوه الخير، وما تنساوناش وما تبخلوناش بهذاك الجام. ديروا لنا جام وديروا لنا تعليق زوين كيما نتوما، وان شاء الله ربي يفرحنا ويفرحكم كامل يا البنات. هنا كما راكم تشوفوا هنا هي القرصه الاخرى نكملها ونحوشي المطلوع تاعي. وهنا بعد ما كملتهم كامل ها وربع كسيرات نتاعي كملتهم كامل جاو. شوفوا هنايا ها كيفاش جا المطلوع تاعي احمر جا. كما نقولوا حنا طيب نفس الوجه يعني كامل، ما جانيش يعني بلاصه زي بلاصه شي. شوفوا الطلع تاعو كيفاش جا وجا طيب كي منا كي من هي البنات. شوفوا روعه روعه. شافوا البنات ها هم ربع كسيرات ما شاء الله. هنايا هكذا تحبي ديري كما نقولوا حنا كميه بزاف ديري وتخبي في الكونجيلاتور، من بعد جبتي غير تسخني يرجع لك المطلوع تاعك كيما شغل يعني اذا وين درتيه جديد. وتحبي ديريها وصفه كما نقولوا حنا تحبي هكذا والله ديريها كمشروع. والله يا البنات غير شوفوا ما فيها تعب ما فيها مقادير ما فيها والو. راه مشات عين ديري الاخر المطلوع تاعك والله يا البنات غير يجي روعه. شوفوا نقسم معكم هنايا مطيليعه. شوفوا جا روعه روعه. شوفوا البنات شوفوا كما هنا. شوفوا المطلوع تاعي كيفاش جا اسفنجي جا طري وجا مخرج. شوفوا شغل راهو بغرير يا البنات. شوفوا كيفاش جا يعني والله شوفوا بورطابل يعني ما عطاهاش حقه كما نقولوها حنايا في التصوير، بصح جا روعه روعه. جي خفيف. شوفي معاه هكذا شريبه مع ناس استعملته هنا مع اللوبيا ديري مع شريبه معي. شوفي يجي روعه خفيف وما يجيش هذاك اللي كما نقولوا حنا هذاك المطلوع هذاك كما نقولوها حنايا من ناس الشرق يبرك لنا على الاستوما. خفيف هكذا مع كما نقولوا حنا شريبه والله هكذا الفطور تفطري به الصباح هكا اللي يشتي يفطر به الصباح. والله يا البنات غير صدقوني جاي يهبل يهبل. ها كما راكم تشوفوا هذا هو المطلوع تاعي. شوفوا هنا هام هنايا كي طابوا حشيتهم هنايا بالوحده حطيتهم فوق بعضهم. والله قلت لكم البنات غير جا روعه.